بنداو، توري وبونر. والضغط ينطلق من جانب هجوم النجم. فراس شوات ينجح في تجاوز الهادي خلفه، يمهد الرقي العواني أول إنذار من هجوم النجم على دفاع البقلاوة. ثم كرة طويلة في عمق دفاع الملعب التونسي، سامي هلال كان أسبق من رقي العواني، وبنفس الطريقة يتدخل حارس النجم أنس الخرداني أمام محاولة وائل ورغمي. النجم حاول المباغتة عن طريق الكرات الثابتة، مخالفة نفذها دقدوق. حارس هلال يتألق، يخرج كرة كانت في طريقها للشباك. النجم ينوع من عملياته الهجومية، وسام عبيد قصية ما كانش بعيدة على المرمى. وشوط أول ينتهي بالتعادل 0 من جهتين. المكشر يعوض عبيد بريان عنان، والنجم يعجز عن بلوغ شباك البقلاوة رغم الضغط اللي فرضه أمام الحارس سامي هلال. حارس الملعب التونسي يتصدى لتسديدة ريان عنان بعد تمهيد مشوات. النجم يواصل ضغطه، ركنية يرجعها سامي هلال، توصل الدقدوق، كرة فوق المرمى. أبناء جوهرة الساحل يبحثوا منذ بداية المباراة على إنهاء اللقاء في وقته الأصلي، لكن المفاجأة تأتي في 3 دقائق الأخرى. هذه كرة خطيرة لفريق الملعب التونسي، تصويبة وتضرب الكرة على القائم في مرة ثانية. الهدف الأول لفريق الملعب التونسي. 1-0 الملعب التونسي في 87 دقيقة. الحكم يضيف 9 دقائق. سيدريك بو يحاول من بعيد، سامي هلال كان متفطن يرجع الكرة بصعوبة. المكشر يقحم زوز مهاجمين، ياسين صابر وابراهيم السويسي، والخطوي يحصن دفاعه بالعيادي وتراه. والنجم يلعب الكل في الكل، كرة باتجاه شوات، عملية تنتهي بتسديدة من عزيز الجبالي في شباك سامي هلال. حكم هيثم الطرابلسي باستعانة مساعده غرفة الفار يشير للتسلل مع بداية العملية ضد المهاجم فراس شوات. آخر فرصة كانت من محمد عزيز الجبالي، ذيع معها إمكانية التعديل. والملعب التونسي ينجح في العودة من سوسة بالترشح ويتواجد للمرة الثالثة على التوالي في الدور نصف النهائي. الحمد والشكر لله.